بتمضي على شيكات وانت بتشتري عقارات؟ طب تعالى افهمك انت وقعت نفسك في ايه. وانت بتمضي على شيكات وانت بتشتري عقار لازم تفهم ايه اللي ليك وايه اللي عليك. اولا يا جماعه، الشيك ده موضوع كبير جدا جدا جدا. النهارده الشيك ده في قاعده قانونيه اسمها الشيك منزه عن سببه. لازم تفهم يعني ايه شيك منزه عن سببه. يعني حضرتك ملزم بسداد كل الارقام او كل المبالغ اللي مذكوره في الشيك، انت ملزوم سدادها. احنا النهارده لو وقفنا قدام محكمه وحاولنا نطعن على الشيك ده وقلنا اللي مثلا العلاقه ما بينك وما بين المطور علاقه تجاريه او علاقه ان انت بتشتري منه وحده هو واخد شيك عليك، القاضي مش هيسمعنا. قاعده قانونيه مهمه جدا، الشيك منزه عن سببه. الشيك ملزم لاطرافه. الشيك لا يجوز الطعن عليه الا في حاله التزوير او الاكراه على توقيعه، يكون التوقيع مزور او يكون في انت مكره على توقيع الشيك. غير كده حضرتك ملزم بما جاء بباطن الشيك، يعني حضرتك ملزم بسداد الشيك وما بباطنه. ثانيا، احنا بنمضي شيك لمين؟ وهل الشيك ده النهارده اداه وفاء ولا اداه ائتمان؟ فمش اي شركه نروح نوقع عليها شيكات، لازم تكون الشركه دي موثوق فيها وشركه ذات سمعه طيبه وذات اسم كبير. لما بتيجي النهارده في العقد، انت بتمضي النهارده على عقد وبتمضي شيكات من اول يوم، لو الشركه غير موثوق فيها من حقه انه يحبسك بالشيك ده. وحاجه اطعن النهارده واجي اوقف اقساط هيفسخ لي ويحبسني بالشيك، لان الشيك منزه. الشيك منزه عن سببه. فخلي بالكم كويس جدا لانها خطوه في منتهى الخطوره. فلو انت مش عارف بتشتري من مين والشركه اللي حضرتك بتتعاقد معاها مش شركه ذات ثقه، لا انت هتحط نفسك في مشكله كبيره جدا. لان في ناس كتير جدا بتجيلي بتقول لي انا ماضي على شيكات من اول يوم، طب انا عايز اوقف اقساط. طب انا لو جيت وقفت اقساط ما هي الشيكات شغاله. في كمان بعض الشركات بتعمل حاجه اسمها توريق شيكات. يعني ايه؟ بياخد الشيكات بتاعت حضرتك دي وبيسحب بضمانها قرض. ده بيحطك انت في مشكله كمان. ودي في شركات كتير جدا بتعمل الموضوع ده. شركات طبعا الكبيره ما فيش قلق عليها لان راس مالها كبير جدا. مش راس مالها بس كبير، الشركه نفسها ذات ثقه وذات ثقل، فبالنسبه لها بتعرف تغطي نفسها. في شركات لما بتورق بتكون ما عندهاش امكانيه انها تغطي القروض دي، ممكن تتورط توريطه جامده وتورطك معاها. ركزوا في الجمل دي كويس جدا. معنى كلمه توريط ان الشركه بتقطع شيكات في البنك وبتسحب عليها قرض بضمانها. الشيكات بتاع حضرتك دي عندنا في القانون بيتقال عليها اداه للنقود اكنها فلوس، وبتخضع لقانونين طبعا، قانون بنك مركزي وقانون العقوبات. خلي بالكم عشان الشيك يا جماعه مش وصل امانه ممكن نطعن عليه اللي فيه علاقه مدنيه ما بينك وبينه او علاقه تجاريه ما بينك وبين المطور. لا، الشيك منزه عن سببه. كمان ما بتاخدش باسباب. المحكمه بتسالك سؤال، حضرتك ماضي على الشيك مظبوط؟ خلاص الشيك ده بتاعك، في حكم بالحبس. السؤال التاني اللي بيطرح نفسه، هو ليه الشركات اساسا بتمضيك على شيك؟ لما بيكون حجم العملاء في شركه كبير عشان يسهلوا على التحصيلات بيضطروا يمضوا على شيكات عشان يقدروا يبقى الدنيا تسهيل شويه في لم الفلوس او في التحصيل بتاع الفلوس او في كشف فلو اللي بيخش له. تاني حاجه، بعض الشركات بتاخد الشيكات دي بتقطعها. يعني ايه تقطعها؟ يعني بتورقها. يعني ايه تورق؟ يعني باخد اسحب قرض عليه، بروح اديها للبنك بقول لهم اديني قرض بالضمان الشيكات دي عشان اروح ابني. وطبعا دي في بعض الشركات بتبقى مخاطره. لو شركه مش كبيره او ميزانيتها كبيره او الكشف فلو بتاعها عالي جدا او راس مالها تقيل، ممكن يحصل لها مشاكل على المدى القصير او المدى الطويل. بيحصل لهم مشكله بعد كده في السيوله ومشكله كمان في القروض. لو تعثروا بتبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. ودايما اللي انا بحذر منه، خلي بالك وانت بتمضي شيك مش هتمضي لاي مخلوق. لازم الشركه موثوق فيها جدا 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 جدا. لكن ان حضرتك تمضي شيكات لشركه مش موثوق فيها، شركه اي كلام، شركه لسه بتبتدي، لا، في منتهى الخطوره. طبعا في منتهى الخطوره. لان ممكن في لحظه تخش في مشكله في انزاع معاهم وهم ما سلموش او ما بنوش، اصبحت دلوقتي انت عندك مشكله كبيره جدا بانزاع مدني وانزاع جنائي. هتيجي انت ترفع عليهم قضيه وقف اقساط او قضيه تسليم، الناحيه الثانيه هم عارفين قضيه شيكات هيحبسوه. فدي مصيبه، انت هتدخل نفسك في مشكله انت مش عارف ابعادها فين. ساعتها مش هعرف حتى كمحامي، مش هقدر حتى اتعلق على الشيك ولا اقول مثلا اللي هو عامل له حاجه اسمها خيانه ائتمان. احيانا المحكمه تقتنع احيانا ما بتقتنعش. دخلنا في حسبه كبيره، بقينا شغالين في كذا اتجاه قضائي ومش عارفين نعمل ايه. ودي مشكله من ضمن المشاكل بتاعت الناس اللي بتمضي ومش فاهمه بتمضي على ايه وبتمضي ليه. لازم تبقى فاهم كويس جدا ان موضوع الشيكات ده مش اي حد يضيله على شيك. خلي بالكم من النقط دي كويس جدا عشان في ناس كتير جدا وقعوا في مشاكل بسبب المواضيع دي. ده الخلاصه كلها بتاعت الشيك والعقار.